السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان؟ اليوم معنا قصة واعرة تحت عنوان كنتمنى دعمونا باشتراك وإعجاب. هذا جات على اختاركم، فرجة ممتعة. عمر مهندس مدني عبقري معروف بالهندسة المعمارية ديال السجون الحديثة. عنده بنت صغيرة ليلى عمرها 9 سنين، كانت هي كل ما عنده. نهار من النهارات كيوقع حادث غامض، كيتم قتل بنته بطريقة وحشية، والقاتل الحقيقي كيختفي. والمصيبة عمر كيتلفق ليه التهمة. الملفات محروقة، الأدلة مطبوخة، الشهود متبدلين. اللي دار هاد الشي هو رجل نافذ ما باغيش الحقيقة تخرج. عمر كيتحكم بالسجن المؤبد، والمصيبة الأكبر كيدخلوه للسجن هو شخصيا ساهم في تصميمه. السجن اللي خارج منه مستحيل، كاميرات ذكية، جدران بزاوية هندسية غير قابلة للتسلق، نظام عزل صوتي، مجندين ومسلحين، زنازين متغيرة، تتبدل الأبواب في حالة الطوارئ. ولكن عمر هو العقل اللي بين النص في هذا السجن، ما كايناش حاجة بداخله ما كيعرفهاش. في أول ليلة كيجلس بزنزانته وجملة وحدة كتخرج من فمو: ما غاديش نموت مظلوم، غادي نخرج. عمر بدل ما يبان ضعيف بقى هادئ، وكيلاحظ توقيت تبديل الحراس، النقاط اللي الكاميرات فيها بلايند سبوتس، الممرات الأقل استعمال، أصوات الهواء اللي كيطلق نظام التهوية، حرارة جدران وتغيراتها. زاد على هذا الشيء كيتم صديقته مع سجناء اللي عندهم مهارات، واحد خبير في الإلكترونيات، واحد يعرف طرق السرقة والدخول ديال الأنفاق، واحد كيخدم في المطبخ وكيعرف مخارج الدخان. ولكن عمر ما عطى حتى واحد الثقة كاملة، كل شيء في دماغه. الطباشير من الاسمنت، عمر كيستعمل مسحوق الاسمنت اللي في الحائط وكيخلطو مع الماء باش يصنع طباشير قوي كيكري بيه على الارض خريطة دقيقة للسجن. استغلال الحرارة، كيلاحظ ان واحد الحائط كيكون سخون كتر، هاد الشيء يعني باللي وراه مجرى قديم للكوابل الكهربائية متروك. توقيت بلاكاوت كل اسبوع، كيديروا تجربة انقطاع كهرباء لمدة 45 ثانية، وهاد 45 ثانية هي قلب الخطة. تهريب القطعة الأساسية في المطبخ، كيخلي السجين اللي كيعرفوا يهرب ليه سكين صغير الحجم مصنوع من الألومنيوم داخل قطعة خبز يابسة. إيقاف الكاميرا، كيستغلوا بلايند سبوت وراء العمود رقم 4، كيتسلق وكيقطع سلك من الدرت المنخفض بدون ما تطيح الكاميرا. خروج من الحائط، كيستغلوا 45 ثانية ديال بلاك اوت، كيحيد اللوح المعدني اللي في السقف وكيدخل المجرى القديم. خطة عمر ماشي سهلة، كيهبط في مجرى كيلي، كيتفادى نظام التهوية اللي كيشفط الهواء، كيستعمل السكين باش يقطع الشبكات، كيدوز فوق السطح بين الحراس بلا ما يسمعوه، كيستغل واحد اللحظة اللي حارس كيبدل الاتجاه، كيدوز من فوق الصورة برقانات ديال المطر، وكيهبط في الطريق الخلفي اللي فيه شاحنة تموين، كيختبأ في ظهر شاحنة خارجا في تونس. هرب، العالم كامل مقلوب عليه، ولكن العقل ديالو مامي الكل. عمر ما عندوش دار، ما عندوش فلوس، غير عقله وذكائه. كيستعمل المعارف القديمه ديالو في الهندسه، كيدخل البلايص بلا ما يلمسوا الكاميرات، كيدير تراكين لرجل السلطه اللي قتل بنته، كيخترق الرسائل المشفره ديالو وكيجمع الادله كامله. وفي يوم واحد كيقرر يواجهه في فيلا في الغابه. كتكون المواجهه، الراجل قال ليه ببرود: بنتك شافت شي حاجه ما خصهاش تشوف. عمر كيطيح الدمعه، ولكن الدمعه وراها جملته الاخيره: وانا شفت نهايتك. البيت كيوقع عليه شورت سيركوت من بعد ما عمر عطل نظام الامان الكهربائي. الراجل كيطيح والنار شاعله. عمر كيخرج وجهه مضوي بنار الانتقام. عمر كيجلس قدام قبر بنته وكيقول: حياتك ما رجعاتش، ولكن حقك رجع. وكيختفي في الليل بدون اثر، ولا اسطوره بين السجناء والحراس. المهندس اللي هرب من السجن بناه بيديه،